السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة مع الكابتن إسلام. بعد انتهاء مباراة الأهلي ومازيمبي امبارح لقيت كمية صياح غير عادية من بعض المنتمين لنادي الزمالك. والحقيقة أنا مش فاهم الصياح دي ليه، يعني الصياح ده ليه؟ لا هم أصلا طرف في المباراة ولا هم طرف في البطولة كلها. يعني واحد زي رضا عبد العال يقول لك إن الهدف بتاع مازيمبي هدف صحيح، بس طبعا رضا عبد العال الناس كلها عارفة هو وصفه إيه. واحد زي أسامة حسن وعمرو الدردير اللي هو كان متحدث إعلامي في وقت من الأوقات لنادي كبير بحجم الزمالك بيقول لك إن الكورة هدف سليم، وإن السبب في إن الجون ده يتلغي هو المخرج بتاع المباراة. والحقيقة أنا مش عارف إزاي واحد كان متحدث إعلامي باسم نادي الزمالك ومش قادر يفهم ويعرف معلومة صغيرة قد كده، ان الفار ملوش علاقة خالص بالاخراج. يعني المخرج ما بيتدخلش في الصورة اللي بتيجي للفار، والفار عنده القدرة ان يعيد اي لعبة في المباراة من كل الكاميرات اللي متاحة في الملعب بعيد خالص عن الاخراج. يعني الصورة اللي بتبقى موجودة في الفار مش هي الصورة اللي بيبثها المخرج، بدليل ان المخرج بيبقى في البث المباشر جايب الحكم وهو عند غرفة الفار، وفي نفس الوقت الكرة بتتعاد. الفار بيعيد للحكم الكرة وبيعيدها من كذا زاوية. يعني الفار يا استاذ عمرو يا كابتن أسامة حسن يا اللي بتمثلوا صفوة الجماهير في العالم كله والناس اللي بتفهم مش اللي زينا بيب بيب، الفار ملوش علاقة خالص بالإخراج، هو مستقل بذاته وقادر ان هو يشوف اللعبة من كل الكاميرات اللي موجودة في الملعب. يا رب نكون فهمنا ونبطل صياح عشان كده كتير قوي. انا كده خلصت حلقتي، ويا رب دايما اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.